حكاية زبيدة البغدادية وميزان العدل. كان يا ما كان في سلف العصر والأوان ولحوق الزمان بعد الزمان مدينة عظيمة المنازل كريمة الشمال تدعى بغداد، دار السلام ومقصد الأنام. كان فيها فتاة يتيمة الأم والأب، رقيقة الحال كثيرة البال، تدعى زبيدة. كانت كزهرة الأقحوان وسط الأشواك. قدر لها الزمان أن تتزوج برجل فظ غليظ يقال له منصور. كان قلبه كالحجر الصوان، يده تسبق لسانه، وظلمه يغلب إحسانه. يضربها على التافه من الأمر، ويذيقها من الهوان مر الخمر. صبرت زبيدة صبرا لو حمل على الجبال لتهدمت، حتى ضاقت بها الأرض بما رحبت. وفي يوم أغبر خرج منصور إلى حقله كعادته، وهو ينفث سموم غضبه، فاستجمعت الفتاة بقايا قوتها، واستترت بعباءتها، وهرعت نحو دار القضاء، حيث يجلس قاضي القضاة الشيخ عبد الرحمن، رجل وقور، لحيته بيضاء كالثلج، وعيناه تشعان بنور التقوى واليقين. دخلت زبيدة وبثت شكواها بدموع تحرق الوجنات، فاستدعى القاضي زوجها على الفور. جاء منصور متبخترا، وبدلا من الاعتذار صاح بعلو صوته: يا قاضي القضاة، هذه امرأة خرجت بغير إذني وعصت أمري، ولا حاجة لي بامرأة لا تلزم دارها. أشهدك وأشهد الحاضرين أني طلقتها طلقة بائنة لا رجعة فيها. هز القاضي رأسه بأسى وقال: يا هذا، إن الإسلام جعل الزواج مودة ورحمة، لا قيدا ومذلة، وما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. لقد طلقت، والطلاق أبغض الحلال، ولكنه اليوم لهذه المظلومة نجاة. فضحك منصور ساخرا وقال: دعها تذهب، فهي يتيمة لا سند لها ولا عضد. والله لولا جدران بيتي لباتت في السكك تطلب لقمة العيش، فمن لها بعدي؟ اشتعل الغضب في وجه القاضي، وضرب بيده على طاولته قائلا: أتهينها لأنها يتيمة؟ إن كان والدها قد غاب، فإن السلطان ولي من لا ولي له، وأنا نائب السلطان، فمن ذه اللحظة أنا وليها، وداري دارها، وعزي عزها. أمر القاضي بنقلها إلى دار الإيواء، وهي دار بناها السلطان العادل للنساء اللاتي لا مأوى لهن، حيث تحفظ كرامتهن ويؤمن روعهن. هناك التقت زبيدة بسيدة صالحة علمتها فنون الخياطة والطرز بأسلاك الذهب والحرير، فصارت أناملها تنسج الجمال، وعاشت في كنف الرعاية والستر. مرت الشهور، وذاع صيت خياطة زبيدة وإتقانها، ووصل الخبر إلى مسامع منصور. حين علم أنها بدأت تجني المال وتعيش في رغد، استيقظ فيه الطمع الكامن، فجاء إلى باب دار الإيواء يصرخ ويطالب بعودتها، مدعيا أنها ما زالت في عدتها، وأن من حقه إرجاعها قسرا. ارتجفت زبيدة خلف الباب، لكن صوتا رخيما حكيما قطع صراخ منصور. كان الشاب أحمد ابن قاضي القضاة، وكان فقيها فطنا يتسم بوقار الصالحين وهيبة العارفين. خرج إليه وقال: يا رجل، كف عن صياحك، واسمع حكم الله الذي غاب عنك. إن كنت تظن أن العدة سجن للمرأة تتحكم فيه كما تشاء، فقد أخطأت الفهم. نعم، للمرأة عدة، لكنك طلقتها طلاقا كان مسبوقا بضرر بين، والقاعدة الشرعية تقول: لا ضرر ولا ضرار. فإذا استحال العيش ووقع الظلم، لم يكن لك سبيل عليها لتجبرها على حياة العذاب. هي اليوم في حماية الشرع، والعدة شرعت لاستبراء الرحم وحفظ الأنساب، لا لتمكين الظالم من رقبة المظلوم. اندحر منصور مهددا ومتوعدا، لكنه لم يجد ثغرة ينفذ منها،
كمل طلاق زبيدة، وازدهرت تجارتها، وصارت توزع من كسبها على الفقراء والمساكين، تشكر الله على نعمة الحرية. وفي يوم طرق قاضي القضاة بابها وقال بوقار: يا ابنتي، لقد توفيت زوجة ابني أحمد وهي تضع طفلته، ولقد رأينا فيك من الصلاح والعفة ما يسر الخاطر. ابني إمام مسجد، رجل يعرف حق الله، فإن قبلت به زوجة فلك العز والمكانة، وتكونين أما لليتيمة التي فقدت أمها. استخارت زبيدة ربها فنامت تلك الليلة، فرأت في منامها أنها تمشي في بستان أخضر يظلها شجر عظيم، وفي يدها طفلة كالقمر. استيقظت وهي منشرحة الصدر وقبلت بالزواج. أما منصور فقد دارت عليه الدوائر، وأصابه مرض عضال ألزمه الفراش، فصار وحيدا ذليلا لا يجد من يواسيه. أرسل يطلب العفو من زبيدة، فبعثت إليه تقول: يا منصور، إن العفو يكون عند المقدرة، وأنا لا قدرة لي على نسيان ليال أبكيتني فيها دما، ولا أيام أهنتني فيها ظلما. تركت حسابك لرب العباد، فهو العدل الذي لا يضيع عنده حق. كانت شمس الضحى ترسل خيوطها الذهبية عبر مشربيات الدار المزخرفة، فتنعكس الألوان على السجاد التبريزي المفروش. وفي صدر الإيوان جلست زبيدة، وقد تبدل حالها من حال إلى حال، فصارت سيدة الدار يحيط بها العز والوقار. كانت تضع الصبية الصغيرة ابنة زوجها في حجرها، تمشط شعرها بمرود من عاج، وتهمس في أذنها بحكايات الأنبياء والصالحين. لم تكن تعاملها معاملة زوجة الأب القاسية، بل كانت تمسح على رأسها بيتمها القديم، فصارت الطفلة لا تناديها إلا أماه. بجانبها كانت النول والخيوط الحريرية الملونة تنسج ثوبا ليس لبيعه هذه المرة، بل لعروس يتيمة فقيرة سمعت بضيق حالها. دخل عليها زوجها أحمد إمام المسجد بجبته المهيبة ووجهه الذي يقطر سماحة، فنظر إلى هذا المشهد وابتسم قائلا: يا زبيدة، بارك الله في أنامل تخيط الستر للناس، وفي قلب يضم اليتيم كما يضم الجفن العين. لقد أخبرني والدي قاضي القضاة اليوم أن منزلك القديم قد صار خاويا على عروشه بعد أن اشتد به المرض وهجره الخلان، فسبحان من أعزك بالحق وأذل من استقوى بغير الحق. نظرت زبيدة إلى السماء وقالت بصوت خاشع: الحمد لله الذي جفف دمع اليتيمة وجعل لي من بعد الضيق مخرجا. يا أبا الطفلة، إن الإسلام لم يظلمنا يوما، بل ظلمنا من جهل أحكامه، فالحمد لله الذي جعلنا تحت ظلال شرعه آمنين. وكانت زبيدة قد كتبت رسالة إلى نساء زمانها، كتبت بماء الذهب على رق غزال، وعلقت على باب دار الإيواء لتكون نبراسا لكل امرأة مكلومة: بسم الله منقذ الغرق ومجيب الشكوى. أما بعد، فإليك يا أختاه في الصبر واليقين، يا من كسر خاطرك بكلمة جائرة أو آلمت جسدك يد آثمة. اعلمي أن الله الذي خلق السماوات بغير عمد لم يخلقك لتكوني للظلم مسرحا ولا للهوان ممرا. لقد كنت يتيمة لا حامي لها إلا ظلها، فجعل الله من صبري مفتاحا لفرج لم أكن أحسبه. لا تركني لقول قائل إنك بلا سند، فالحق سند والشرع عضد، وقاضي السماوات لا يغفل عن دعوة المضطر إذا دعاه. تعلمي الصنعة فهي حصنك المنيع، واعتصمي بالعلم فهو نورك في العتمة، ولا تقبلي ببيت لا يحترم فيه قدرك، فإن الله كرم بني آدم وأنت من أكرم ما خلق. واعلمي أن من ترك شيئا لله من كرامة مهدرة أو عيش مرير عوضه الله عزا في الدنيا وجنة في الآخرة، فكوني كالنخلة
يرمونها بالحجر فتسقط رطبا جنيا، وكوني كالمسك، كلما زاد عليه الهرس فاح شذاه وعم عبيره. وهكذا عاشوا في تبات ونبات في دار ملأها الذكر وزينتها الطاعة وقامت أعمدتها على العدل والإحسان، حتى أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات.